ومن غير مقدمات كتير يا عزيزي المشاهد، تخيل معايا انك اقوى سياف في عالم المورم كله، وتكون انت الراجل اللي قتل زعيم الطائفة الشيطانية بنفسه. بس بعد كل ده تموت. بس انت مفكر ان دي النهاية وانك هتختفي للأبد وان حكايتك خلاص انتهت. بس لا يا حبيبي، انت رجعت للحياة من تاني بس بعد 100 سنة. بس المشكلة مش هنا، المشكلة ان الطايفة اللي انت ضحيت بحياتك عشانها واتدربت عشانها بقت مجرد طايفة فقيرة. طايفة فقيرة وضعيفة، وكل الناس بقت تدوس على وشها. وساعتها انت قررت انك تعمل حاجة واحدة بس، وهي انك تعيد احياء الطايفة من تاني، حتى لو اضطريت انك تفشخ اللي يقف قدامك. تخيلت معايا يا عزيزي؟ تمام جدا. اعمل بقى لايكة كلمتين وسبسكرايبة كلمتين قبل ما نخش في الحكاية. والمهم مش هطول عليكم، ويلا بينا نبدأ في سرد حكايتنا. بتبدأ حكايتنا بميونج، واللي كان واقع على الأرض وبيبدأ يزعق وبيقول كل حاجة حواليا لونها أحمر، الدم في كل حتة. وبيبدأ يبص حواليه وبيشوف جثث ملهاش أول من آخر، بيكون بحر من الجثث. فبطلنا بيبدأ ينادي على أصحابه على أمل إن يبقى في حد فيهم عايش ولو واحد بس. بس للأسف فات الأوان، كل حاجة خلاص انتهت. صحابه والطايفة بتاعته وبقية ال20 طايفة كلهم انتهوا. وهنا بنعرف إن الحرب دي كان متحد فيها 20 طايفة كاملين ضد طايفة واحدة، وهي طايفة الشياطين. ومع ان ال20 طايفة دول كان فيهم اقوى 10 طوايف واللي عندهم اقوى المحاربين، بس للأسف كلهم ماتوا واتبادوا على ايد طايفة الشياطين. وما تبقاش غير بطلنا ميونج، هو الوحيد اللي اتبقى بين كل اللي موجودين. وبطلنا ميونج الغضب بيبدأ يسيطر عليه، فبطلنا بصوت كله غضب بيزعق في الشيطان تشونما وبيقول له انت حولت العالم كله الجحيم. كل الطوائف اتحدت مع بعض عشان يخلصوا منك، بس بسببك كلهم ماتوا على ايد حيوان زيك. بس للأسف يا عزيزي كل الطوائف قدروا قوة الشيطان ده غلط، لانه طلع اقوى مما يتوقعوا. فبيقول له الشيطان تشونما انت لو طلعت من الحرب دي عايش هتبقى مشهور جدا وسط الناس، كله هيتكلم عنك وعن مجدك اللي انت خدته من سبب قتلي. بس من حسن حظك انت الوحيد اللي سيفك قدر يلمسني يا ميونج، ده شرف كبير قوي ليك. بس للأسف دي شكلها نهايتك ونهايتي. فبطلنا ميونج بيتعصب من كلامه اكتر، وبيقوم قايل له انت مفكرني اني هرحمك بعد ما قتلت اصحابي وابدت الطوائف كلها؟ نهايتك هتكون على ايدي النهارده يا تشونما. فبيجري عليه بطلنا ميونج، بس تشونما بيفهم اللي فيها وبيحزن جدا، لانه بيفهم انه خلاص هيموت قبل ما يحقق حلمه ويسيطر على العالم، وبكده هو خسر منصبه كشيطان سماوي. فبيقول له تشونما انت لو قتلتني هتيجي شياطين غيري اقوى مني بكتير وهيسيطروا على العالم. بس خلاص يا عزيزي، دي اخر كلمات تشونما قالها قبل ما يموت. فبيهجم عليه ميونج وبيقطع راسه بضربة واحدة. وهنا اخيرا بطلنا ميونج بيرتاح بعد ما خلص على الشيطان اللي قتل الطوايف كلها وقتل صحابه. بس بطلنا بيبدأ يقلق تاني بسبب مصير طايفته، لأن مفيش حد فيها عايش، حتى أقوى الناس اللي في الطايفة ماتوا، والناس اللي حافظين كل الفنون القتالية ماتوا كمان وهتختفي معاهم، لأن ما تبقاش غير أطفال الطايفة. بس هنا بطلنا ميونج بيقع على الأرض وبيبدأ يفقد الوعي ببطء، بس بيسأل نفسه هل سبب كل اللي حصل للطوايف دي كان بسببي ولا لأ؟ وهل كل ده كان بسبب تقصيره في التدريب وقتها؟ وبعدها بيعدي شريط حياته قدام عينه، وبيفتكر نفسه وهو صغير، وبيفتكر لما كان بيتدرب مع صحابه ومعلمه، وان كل القوة اللي معاه دي بسبب معلمه والتدريبات اللي اتمرنها معاه. واكتر حاجة ندمان عليها هو انه ما سمعش كلام معلمه واتدرب مع بقية صحابه، لانه كان اقوى واحد فيهم، او بالاصح هو كان اجمد واحد في الطايفة كلها. ولو كان اتدرب اكتر كان على الاقل هيغير مصير الطوايف ويبقى معاه القوة الكافية انه يقتل الشيطان تشونما باقل خسائر. بعد كده بيقطع تفكيره صوت زعيم الطايفة وهو بيقول له ما تخافش على مصير الطايفة يا ميونج، لانها هتستمر للابد. بعدها بيتقطع تفكير بطلنا ويلاقي حد هبده على دماغه، فبيقوم مزعق بصوت عالي باسم الشيطان تشونما، وبيبص قدامه وبيلاقي عيل ماسك له شومه قد كده، وبيقول له تشونما مين يالا يا بتاع انت ازاي تنام وانا بكلمك؟ روح يلا عشان بقيه العيال راحت تتسول، روح وراهم. فبيقول له بطلنا ميونج هتسول ايه يا جدع انت؟ يلا حل عن وشي بس دلوقتي، ويا ريت تجيب لي كوبايه ميه عشان عطشت. فبيبص له ابو شومه وبيضحك وبيقول له انت بتأمرني انا يالا؟ انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ فبطلنا بيتعصب وبيقول له مين انت يعني؟ انت على
انت اللي ما تعرفش انا مين؟ انا اقوى سياف في العالم، مفيش حد ذكر يقدر يكلمني بالطريقه دي. فالتاني بيضحك اكتر وبيقول له يلا انت هتعيش لي الدور، شكل الضربه اللي اديتها لك على دماغك مأثره عليك. فبيرفع الشومه تاني يا عزيزي عشان يضربه، بس انت تتوقع انه هيعمل كده ولا ايه؟ فبيقوم بطلنا ميونج بسرعه بيرفع ايده عشان يصد الضربه، بس بيلاقي ان ايده قصيره. فبيتصدم بطلنا وبيقول هي ايدي اتسخطت ولا ايه؟ وللاسف يا عزيزي الولا بيعملها فعلا، وبيدي ميونج ضربه على دماغه بتجيب له ارتجاج. فبيفضل الولا يضرب فيه ويجلده. فالولا بيكمل جلد في بطلنا وبيفشخه، اثناء ما بطلنا بيتفشخ جوه بيدخل عليهم عيل اهبل كده. بس لما بيشوف المنظر ده بياخد بعضه وبيعمل انسحاب تكتيكي يعني عشان ما يتفشخش هو كمان، وبيقول ابقى اعدي عليكم بعدين انا بقى. وبعد ما بطلنا بيتفشخ جوه بيروح يقعد عند النهر. فبطلنا بيتحسر على نفسه وبيقول طب انا عمري ما خدت جلده قبل كده في حياتي، ده انا هفشخك يا اللي جلدتني، ده انت عيل ابن واثناء ما بطلنا كان بيشكر في الواد اللي جلده حبيبه بيبص في انعكاسه، فبيقول هو مين ده كمان؟ ايه الخلقه الوسخه دي على الصبح؟ بس بيبدأ يلعب في وشه عشان يتأكد هو عايش ولا لأ. فبيخش عليه الولا اللي شافه بيتجلد وبيقول له عمنا. فبيقول له بطلنا انت الولا اللي شفته؟ فبيقول له انا اللي شفتك وانت بتتفشخ جوه، يعني انت كويس يا اسطى؟ فبيتجاهل ميونج السؤال عشان مشغول في اكتشاف حاجات مهمة دلوقتي. فبيقول له ميونج هما سؤالين، هسألك سؤالين. والسؤال الاول بيقوم قايل له هو احنا في طائفة المتسولين؟ فبيقول له يعني اللي احنا لابسينه ده لبس ملوك يعني؟ يا اسطى احنا متسولين وكمان متسولين درجة اولى. فميونج بيفقد الشغف كده وبيقول على اخر الزمن ابقى من المتسولين. فبيقول له بطلنا طب سؤال كمان، انت تعرف تشونما؟ فبيقول له يا اسطى تشونما ده الشيطان اللي مات من 100 سنة. فبطلنا بياخد الصدمة وبيسكت خالص، فبيقول يا خبر اسود 100 سنة؟ فالولا بيبص له نظرة اللي هو انت اتجننت ولا ايه يالا؟ فبطلنا بيمسكه وبيقول له قول لي الحقيقه يا بتاعي انت، تشونما مين اللي مات من 100 سنه؟ فبيقول له والله يا اسطى تشونما مات من 100 سنه، شكل الضربه اللي انت اخدتها من الولد ده اثرت على دماغك مش كده؟ فبطلنا بيبدا يهدى وبيستوعب انه فعلا عدى 100 سنه على اللي حصل. فبيقول له بطلنا خلاص المهم تعرف طائفه الجبل؟ فالولد بيستغرب من كلامه وبيقول له يا اسطى الطائفه دي اختفت من زمان قوي. فبطلنا بياخد الصدمه التانيه وبيقول له ايه؟ ازاي دي من افشخ 10 طوائف في العالم، ازاي ما تعرفهاش؟ فالولا بيقول له افشخ 10 طوايف واللي موجودة دلوقتي زي طائفة كونلون وطائفة شمان وطائفة شاولين وطائفة الرماد وطائفة جبل التطهير وطائفة الشنشان وطائفة اللوتس وطائفة جزيرة الجنوب واخيرا طائفة المتسولين وطائفة الضفة الجنوبية. مش عارف انا ايه كل الطوائف دي بس تمام يعني قشطة. المهم يعني بطلنا بياخد الصدمة التالتة وبيتعصب اكتر وبيقول ازاي يعني دي مش موجودة في افشخ 10 طوائف يا جدع انت؟ فميونج بيمسك ايد الولد ده وبيقعد يرج فيه. فبيقول له وبعدين هو من امتى يعني طائفة المتسولين بقت طائفة اصلا؟ انت هتستهبل يالا. ففجأة الولد ده بيفتكر طائفة الجبل، فبيقول له طائفة الجبل انا شفتها في خريطة تشينشي، الطائفة دي اتبدت اصلا. هتقول لي اتبدت ازاي يعني يا عزيزي المشاهد، هي صرصار ولا ايه؟ هقول لك الله يخليك يا عزيزي مش ناقص خفة دمك وركز معايا. وهتكلم نفسك هتقول لي انك ما قلتش كده، هقول لك عارف بس السكريبتر كاتب كده قدامي. المهم يعني فبطلنا بياخد الصدمة الرابعة وبيستوعب ان فعلا الطايفة خلاص شكلها انتهت. فبيقول له ازاي دي من اقوى الطوايف، ازاي اتبادت؟ انا لازم اتاكد من ده بنفسي، انا رايح لطايفة الجبل. فبيقول له الولا يا اسطى الله يهديك سيبك من العته ده وتعالى تسول معانا، هتجمع قرشين حلوين كده. فبيقول له ميونج اسكت يالا بقى، انا تسول على اخر الزمن؟ انا هسألك كام سؤال تانيين وبعدها هتوكل. فبيقول له اسأل يا اسطى ما احنا فاضيين لك بقى. فبيقوم بطلنا قايل له انا اسمي ايه؟ فالولا بيستغرب من سؤاله اللي هو ايش عرف انا. فبياخده على قد عقله وبيقول له يا اسطى المتسولين ما لهمش اسامي، ليهم القاب، فلقبك هو تشون. فبيقول له ميونج فعلا ده اسم لايق على متسول، تصدق ايه جلد الزاد ده يا جدع انت؟ فبيقوم بطلنا قايل له المهم هات اسمك واسم الولا اللي اداني علقه من شويه ده. فبيقول له معاك محسوبك حمدي واللي اداك العلقه ده اسمه جعفر. فبطلنا ميونج بيقول حبيب قلبي تسلم، وبيقول له بص بقى انا مش هنسالك الجميل اللي انت قدمته لي دلوقتي، في يوم من الايام هردهولك، اما بالنسبه لجعفر الخسيس فانا هردله برضو كل الضرب اللي اكلهولي من شويه، بقى انا اتفشخ كده. فعم حمدي بياخده على قد عقله وبيقول له قشطه يا اسطى. فبيقوم بطلنا قايل له يلا توكل انا بقى ورايا مهمه دلوقتي سلام. بس بيقوم راجع له تاني وبيقول له معلش هو ازاي بس اروح لمقاطعه تشينشي؟ فبيقوم الولا قايل له على المكان. فبيقول له بطلنا حبيب قلبي مش هنسالك الجميله دي كمان، يلا سلام انا بقى. وبيتنقل بينا المشهد لميونج وهو بيجري وبيقول ابو ده جسم ابو كلب.
في حياتي التانية انا كنت بجري زي الحصان، دلوقتي مش عارف اجري 5 دقايق على بعض. فبيقوم واقع على الارض وبيفيص وبيقول انا هروح لطايفة الجبل كده ازاي بالجسم ده؟ كده انا هقعد 100 سنة لحد ما اوصل. فبيرفع جسمه وبيقول انا هستخدم حركة من حركات زمان، لازم بس الاول امرن نفسي على استخدام حركات الفنون القتالية بتاعت زمان. المرة دي هتمرن بجد، مش زي زمان، مش زي لما كان المعلم بيجرني غصب عني للتدريب وبيعاقبني. بس انا دايما كنت بهرب وبخلع منه واروح ابلبع لي ازازتين عصير كده تفاح على الماشي. ياه والله كانت ايام طرش. كده كده انا اقدر اعمل كل ده من اول وجديد، بس المهم دلوقتي الاقي مكان فيه استخبى من الشمس. فبيلاقي شجرة وبيروح يقعد تحتها عشان يتأمل شوية. فبيبدأ يفكر هو هيبدأ بأنه تقنية الأول. فبيختار تقنية التوازن كأول تقنية هيتعلمها. ومع ان التقنية دي بتتباع بسعر رخيص في الأسواق، إلا إنها من أهم وأقوى تقنيات بناء الجسم وتطهيره. يعني ببساطة يا عزيزي لو هو استخدم التقنية دي هيكون أقوى من أي حد في نفس خبرته. فبيبدأ يركز فعلا وبيقدر إنه يطهر جسمه. فبيجمع كل الطاقة دي في مركز الجسم. فبيقدر أخيرا إنه يجمع طاقة الكي. وبالمناسبة معلومة سريعة، طاقة الكي دي اللي بيستخدمها أي حد بيستخدم السيف، زي ما المانا بيستخدموها الناس اللي بتستخدم السحر. ما علينا، دي فقرة درس على السريع يعني. فبيفرح جدا بطلنا بنجاح أول خطوة ليه، بس أول ما بيقوم بيقع تاني على الأرض لأنه بيكون استهلك كل طاقة جسمه عشان يتعلم التقنية دي. فبيقوم قايل أبو أم ده جسم زبال بقى، الواحد مش عارف يتمرن حتى. فبيسمع صوت معلمه فجأة وهو بيقول له انت ساعات بتبقى غبي قوي، ركز شوية كده. فبيقول له اسكت يا عجوز انت دلوقتي. وبيتنقل بينا المشهد لقرية صغيرة، وبيروح 2 غريبين للزعيم بتاعهم وبيقولوا يا زعيم في عيل ابن هرمة دخل المنطقة جديد واخد الفلوس من اخواتنا المتسولين. فبيقول لهم عيل صغير؟ ده انا هاجي افشخه بقى. فبيروح للولد واللي بيطلع بطلنا ميونج، واللي بيكون قاعد في عالم موازي تاني وهو عمال ياكل ويحش. فبيقولوا للزعيم هو ده زعيم؟ فالزعيم بيقول لبطلنا ميونج انت يالا. فبيبص له بطلنا بقرف وبيقول له انت بتكلمني انا؟ فبيقوم قايل له الراجل ده امال بكلم امي. وبيقول له اسمع يالا انا هسيبك المره دي تطلع عايش من هنا، بس عشان انت طفل يلا سيب الاكل اللي في ايدك وخد بعضك وامشي باحترام. فبطلنا بيبص على السندوتش اللي معاه وما بيقدرش يفرقه خالص من كتر الحب. فبيقول لهم جرايا شويه متسولين عاوزين تاخدوا املاكي ولا ايه؟ ده عند امكوا يالا انت وهو. وبيقوم بيجرب البوكس بتاعه في الهوا، بس بيحس ان البوكس مش قوي زي ما كان زمان، بس مش مهم يعني. وبيقول لهم يلا خشوا عليا، انا ضعيف دلوقتي بس برضه هفشخكوا يعني. فالزعيم واتباعه بيتعصبوا جامد وبيقول لهم افشخوا يا رجاله. فبيهجموا عليه، الاول بيديله بوكس بس بطلنا ابن الذين بيتفاداه فبيديله واحده ما بتقومهوش تاني. فبيقول لهم بطلنا ميونج يالا يا ابن انت وهو ده نفشك سياف فيك يا منطقه. وطبعا بطلنا بيديلهم العلقه الحلوه والمتينه عشان بعد كده يحترموا الاطفال. ويا شويه متسولين بقى مش قادرين على حته عيل، اخس متسولين اخر زمن. بس جدع يالا يا ميونج تربيتي فبيقول له الزعيم والله احنا اسفين يا ريس. فبيقول لهم ميونج دلوقتي ريس؟ ما انتوا من شويه كنتوا بتقولوا عليا متسول، ناس ما بتجيش غير بقله الادب. المهم عارفين منين اوصل بسرعه لمقاطعه تشينشي؟ فبيقولوا له مقاطعه تشينشي انت ازاي ما تعرفهاش؟ انت ازاي تسال متسولين زينا السؤال ده؟ فبيضحك ميونج ويقول لهم انا شكلي اتسالت معاكم. فبيضحكوا هم كمان. فميونج بيروح يمسك الزعيم بتاعهم وبيقول له اسمع يالا الكلام ده لمصلحتك، تاني مرة لو سألتك سؤال وما جاوبتش على طول هخليك تدوق طعم الأسفلت. فطبعا بيسيبوه وبيطلعوا يجروا. فبيكمل ميونج طريقه لحد ما بيوصل لطائفة الجبل. فبيقول لحارس الطائفة ينفع انضم لطائفتكو؟ فبيروح الحارس لرئيس الطائفة وبيقول له يا ريس في طفل عاوز يخش للطائفة. فبيقول له زعيم الطائفة طفل؟ فبيدخل بطلنا ميونج وبيديله التحية وبيعرف عن نفسه وبيقول له ينفع اخش طائفة الجبل؟ فبيقول رئيس الطائفة للحارس هو انت ما قلتلوش ان احنا بطلنا نقبل اعضاء في الطائفة ولا ايه؟ فبيقول له الحارس ايوه قلت له يا ريس، بس هو اللي كان عاوز يجي ويقابلك ويقول لك شخصيا. طبعا بطلنا ميونج بيتعصب وبيحاول يداري عصبيته على قد ما يقدر في ابتسامته البريئة دي. فبنروح لفلاش باك لمعاناة بطلنا ميونج عشان يوصل للطائفة. وبنشوف بطلنا حرفيا بيعدي جبال وبحار ويا عيني الولا من كتر ما هو خلاص مش قادر بدأ يمشي بعكاز زي العواجيز. بس بطلنا لما بيشوف السلم ده بيموت اكتر وبيضطر يطلع السلم ده كله. وغير كده بعد ما طلع السلم كله اضطر انه يتسلق الجبل ده كامل لحد ما يوصل للطائفة. وبعد تعب طويل بيروح ميونج عشان يخبط على الباب وبيفتح له الحارس اللي بيكون اسمه اونام.
فبيقول له انت ايه اللي جابك لهنا لوحدك وانت صغير كده؟ فبيقول له بطلنا ميونج اخيرا انا لسه متسلق الجبل من شويه عشان اوصل لكم. المهم هو انت شيخ في طائفه الجبل؟ فبيقول له اه. فبطلنا بيفرح فشخ اول ما بيعرف ان طائفته لسه ما اختفتش زي ما اتقال له. فبيقول له الحارس خش يا ابني. وبيقوم بطلنا قايل له ماشي. فبيقول له البطل ينفع خش الطايفة؟ فبيقول له الحارس لا احنا ما بقيناش نقبل اعضاء غريبة، بس خش دلوقتي عشان الوقت اتأخر، احنا برضو ما ينفعش نخلي ضيف زيك يمشي في الوقت المتأخر ده. فميونج بيقول له يعني ايه مش بتقبلوا اعضاء غريبة؟ دخلني يا عم امي دي طايفة الله يخليك. فالحارس بياخد ميونج عشان يوريه المكان، فبيلاحظ بطلنا التغيرات الكبيرة اللي في المكان والمباني اللي رايحة في 60 داهية دي، وكمان ما بقتش زي زمان. فبيقول بطلنا الحارس هي الارض سخنة ليه يا عم؟ انت فين الرخام اللي كان على الارض؟ فبيقول الحارس اه الارضية الطايفة بعتها بس عشان كانوا محتاجين شوية فلوس يفكوا زنقة. فبيضحك بطلنا ويقول له طب فين القصر بتاع حكيم الطايفة؟ فبيقول له دي قصة مش مهم طفل زيك يعرفها. فبطلنا ميونج بيتجال كل الكلام اللي شافه ده. فبيقول له الحارس تعالى معايا في حاجة مهمة لازم تتعمل. فبياخده على المعبد وبيقول له دي حاجات مهمة لازم تعملها الضيوف لما بتيجي للطايفة. فبيخش بطلنا بس أول ما بيخش بياخد الصدمة تاني، لأنه بيلاقي إن كل كنوز وثروات الطايفة وذهبها كله اختفى. فبيقول بطلنا اه يا ولاد اه يا ولاد الحرامية فين الذهب والثروات اللي أنا جمعتها؟ فبيقول له الحارس أنام لحظة انت عرفت منين المعلومات دي يا ابني؟ وبيقول له بكل انشكاح احنا بعنا كل حاجة لان الطايفة كانت محتاجة فلوس، وكده كده دي حاجات ملهاش لازمة يعني، الحمد لله لقينا حد ياخدها بسعر كويس. فبطلنا ميونج بيبقى نفسه يقطع نفسه ويحرقهم معاه، بس من الصدمة ما بيبقاش عارف يتكلم او يعمل حاجة. وبيقوم بطلنا واقع على الارض وبيقول كنوزي يا ولاد الكلب، كنوزي، فلوسي. انتوا عارفين انا عملت ايه عشان اجمع كل الكنوز دي؟ انا لازم انضم لأم الطايفة تاني قبل ما يبيعوا كل حاجة. فبيجري عليه الحارس وبيقول له يا طفل انت كويس؟ فميونج بيصوت بأعلى صوته وبيقول له دخلوني الطايفة ابوس ايديكوا. وهنا بنرجع للوقت الحاضر واللي كان الحارس بيحكي لزعيم الطايفة على كل اللي حصل. فبيقول الرئيس عاوز تنضم للطايفة؟ فبيقول له ميونج ايوه انا عارف الطايفة دي كويس جدا، وطبعا بطلنا عارف انه مش هيتقبل بسهولة، عشان كده كان مجهز سيناريو طويل وعريض عشان يقبله في الطايفة، وكمان عشان يخليه في مكانة حلوة في الطايفة على طول. والسيناريو ده هو ان بطلنا يقول لرئيس الطايفة ان جده شاف ميونج مصاب في الطريق فاخده معاه للبيت عشان يعالجه، فعشان كده ميونج علم جده شوية تقنيات عن الطايفة بتاعته. وطبعا السيناريو الطويل العريض ده بيتدمر لان بكل بساطة رئيس الطايفة بيقبله بسهولة. فهنا بطلنا بيتصدم تاني، مش عارف انا ايه حوار الصدمات ده وايه حوار السكريبتر مع الصدمات، بس قشطه برضه. فبعد ما بطلنا بيتصدم لانه ما كانش متوقع انه يتقبل بالسهوله دي، عشان كان عاوز ان الرئيس يرفضه وبعد كده يقول له السيناريو ويحطه في مكانه كبيره، بس السيناريو خلاص باظ. وبيقولوا نام بس يا ريس انا ما توقعتش انك تقبله بالبساطه دي. فبيقول له الرئيس لا غيرت رأيي. فالطفل ده جواه عزيمة حلوة قوي، فبيقول له نام بس يا ريس ما ينفعش تقبل اي حد بالبساطة دي. فبيقول له ده طفل يا عم ونام يعني مش حكاية، وكمان ده جا مسافة كبيرة عشان ينضم للطايفة. وطبعا بطلنا بيكون بيموت من الغيظ عشان خطته باظت. فالرئيس بيقول للحارس خد الطفل ده للمكان اللي هيعيش فيه واعمل له حفلة ترحيب. وبيتنقل بينا المشهد لعم ميونج واللي لبس لبس الطايفة الرئيسي، بس بيزعل عشان ده لبس كلاب الرتبة التالتة. بس ميونج مش بيهتم كتير وبيقرر انه يستكشف المكان اللي هو فيه، بس لما بيجي بيبص جوه اوضة عشوائية كده بيجي عيل من وراه وبيقول له خد يا انت مين عشان تراقب اوضة مش اوضتك يا حرامي. فبيصحى بقية طلاب الطايفة على صوت الولد اللي بيزعق، وبالمناسبة اسمه جورو، بس طبعا احنا ما عندناش الكلام ده فهنسميه مدحت. وبرضه بالمناسبة الحلوة دي كلمة سر الفيديو ده هتكون مدحت، فاكتب كلمة مدحت في الكومنتات عشان اعرف انك وصلت للحتة دي وعشان تطلع معانا في الفيديو الجاي. فبيقول له واحد من الطلاب عامل دوشة ليه ياض يا مدحت على المسا؟ فبيقول له الولد ده شكله حرامي، وبسبب الصوت العالي ده بتاع الولد مدحت بيخش عليهم المعلم وبيقول لهم ايه الدوشة دي يا رجالة. فبيعتذروا له الطلاب وبيقولوا له احنا اسفين يا معلم سيوك. فبيقول له المعلم وانت؟ فبيقول له ميونج انا المتدرب الجديد هنا اسمي ميونج. فبيقول له انت تعبت قوي النهارده يا ميونج روح ارتاح دلوقتي عشان هنبدأ تدريب بكره. فكله بيمشي على اوضته، بس خلال ما كله كان رايح على اوضته بيبص الولا مدحت على بطلنا وبيقول له ده انا هفشخك، وبياخد بعضه وبيمشي.
فما بيتبقاش غير بطلنا الغلبان في الصالة، بس بيبتسم ابتسامة خبيثة كده وبيقول اخواتي الصغيرين اللي في الطايفة انا ههتم بيكوا بطريقتي ما تقلقوش. وبنروح لبطلنا واللي كان واقف قدام مدحت، فبيقول له مدحت اقلع. فبيبص له بطلنا باستغراب وبيقول له ايه اقلع؟ اقلع يا جدع انت؟ وايوه زي ما انت ما فهمت يا عزيزي للاسف. فبيقول له مدحت اقلع ملط وارقص وانت فاهم قصدي بقى. ايه ده، هو ده مكتوب في المانجا بجد ولا ايه؟ ما علينا. وبيكمل مدحت كلامه وبيقول له دي عاداتنا في الطايفة عشان نتعرف على بعض، ولو عايز تكون اخونا اقلع وارقص. فبيقول له بطلنا ارقص ليه؟ شايفني مين قدامك؟ مش عارف انا بطلنا ركز على كلمة ارقص وساب كلمة اقلع ولا ايه. وبيكمل بطلنا كلامه وبيقول له بعدين هو المعلم سيوك فين؟ هو عارف اللي انتوا بتعملوه ده؟ فبيقول له المعلم سيوك بعيد وما يعرفش حاجة. انت بقى عاوز تتوه عن الموضوع عشان ما تقلعش بقى وكده صح؟ يعني مش هتقلع؟ شكلك عاوز تاخد علقة موت يالا. فبيقول له ميونج طب جهز لي وشك الحلو ده يا حبيبي. فمدحت ما بيفهمش هو قصده ايه، فبطلنا بيروح مديله بوكس يطير ام الولا ويلزقه في السقف. فبيقوم مدحت يا عزيزي مصدوم والطلاب بيتصدموا وانا كمان اتصدمت يا عزيزي. فبيقول لهم ميونج يالا يا ابنك انت وهو من هنا ورايح انتوا كلكم هتشتغلوا زي العبيد عندي. وبنروح لميونج واللي بيكون قاعد زي الملك وبيقول للولد اللي عدل يا انا لحد دلوقتي محترم معاكوا عشان انا قلبي ابيض بس. فبيقول له انا بعمل كل اللي اقدر عليه يا ريس. وبنشوف ان بطلنا يا عيني مخلي العيال منحنيين ليه. فبينادي ميونج الولا مدحت وبيقول له تعالى ما تخافش مش هضربك. فبيروح له الولا مدحت وبيقول له تأمرنا ريس. فبيقول له ميونج انا معرفش كتير عن الطايفة عشان كده عندي كام سؤال ليك. فبيقول له سألنا ريس. فبيقول له هو ايه اللي حصل للقصر الذهبي والمباني الهلكانة؟ يا نهار ابيض ايه اللي عمل في وشك كده يا عم مدحت؟ والله صعبت عليا ربنا يكون في عونك بقى. المهم يعني بيقول له مدحت عارف قديس نصل الزهرة؟ فبيقول له ميونج فبيكمل مدحت كلامه وبيقول له بسبب انه هزم الشيطان تشونما بقية طايفة الشياطين جت وحرقت الجبل كله، فعلشان كده الطايفة لسه متضررة لحد دلوقتي من الحريق ده. فميونج بيتصدم لان قديس نصل الزهرة ده هو ميونج نفسه بس زمان، فبيتضايق جدا لانه هو السبب اللي خلى الطايفة في الحالة الوحشة دي. وبنروح لفلاش باك قديم لعم ميونج وهو قاعد مع معلمه. فبيقول له المعلم يا ميونج هتعلم تلاميذك ازاي بقى؟ فبيقول له ميونج بكل انشكاح ايوه طبعا انا كل اللي هعمله بكل بساطة واني امسك التلميذ وافشخه، كل ده عشان يسمع الكلام. ومن ساعتها يا عزيزي المعلم ما فتحش الموضوع ده مع ميونج تاني. وبنروح لعم ميونج واللي كان نايم، فبيجي حد من ورا عشان يصحيه وبيقول له المعلم سيوك عاوزك بره عشان تبدأ تدريب معانا. فبيقول له ميونج خلاص اطلع انت بره وانا جاي وراك. وبنروح لساحة التدريب والمعلم بيكون قاعد بيدرب الطلاب. فبيقول ميونج للمعلم هو ايه الخرا اللي انتوا بتعلموه للعيال ده؟ فبيقول له دي تقنية اسمها تقنية توازن السيف، ودي تقنية مهمة جدا للطايفة. فبيقول له بطلنا ايه الخرا ده؟ هي دي تقنية مهمة للطايفة؟ انتوا كده بتدمروا مستقبل الطايفة الله يحرقكم. فبطلنا بيقول لنفسه التقنية دي ملهاش لازمة قوي، ايه الهبل اللي بيعملوه ده؟ فبيسأل الولد اللي جنبه بيقول له هو ايه التقنية اللي بتتعلموها بعد دي؟ فبيقول له بنتعلم تقنية سيف الليتشي، وبعدها بنتعلم تقنية سيف تشينج، وبعد كده بنتعلم تقنية سيف التاي. وهنا بطلنا بيتصدم وبيبقى عايز يعيط من الخرا اللي سمعه، وبيفتكر كلامه مع معلمه زمان وهو بيتكلم عن تقنية سيف التاي وقد ايه انها تقنية خرا وملهاش لازمة اصلا، وكان عايز يبيعها كمان. وهنا ميونج بيفهم ليه طايفته مش جامدة زي زمان. وبنروح لعم ميونج واللي بينادي على مدحت وبيقول له خد يا جمع لي كل الكلاب هنا الساعة 5 وجيب 5 من الحاجات دي لكل طالب، واللي ما بنعرفش هي ايه الحاجات دي دلوقتي. فبيقول له مدحت خلصانة ماشي. فبيقول له ميونج والله اخويا ده مدحت يا. فميونج بيكلم نفسه وبيقول ان دلوقتي لسه قدامه مشوار طويل جدا وصعب عشان يرجع اسم الطايفة للقمة من تاني. فدلوقتي الطايفة ولا معاها فلوس ولا معاها كنوز ولا معاها تقنيات حتى. وبنروح للطلاب واللي بيكونوا فعلا اتجمعوا في الوقت ده. ففي واحد من السينيور بيقول مين اللي عاوزنا نتجمع على الفجر كده؟ وبنشوف صاحب مدحت وهو بيقول لمدحت هو الواد ده ما شافش اللي حصل امبارح صح؟ فبيقول له للاسف. وهنا بيكون قصدهم على اللي ميونج عملوا فيهم امبارح. بس فجأة بيحضر عم ميونج وبيقول لهم صباح الفل يا رجالة. فبيقول له السينيور انت مين يا بتاع انت وليه صحيتنا على الفجر كده؟ فبيقول له ميونج انا بحب اعمل كده، عندك مشكلة يا سينيور؟
اما بقولك ايه رأيك ندردش كلنا سوا شوية؟ وهنا حصة التعليم تاني للي مش فاهم. فمصطلح السينيور بيتقال على الطلاب اللي معاك بس بيكونوا اكبر منك، ولقب الجونيور بيتقال على اللي اصغر منك عشان هنستخدمهم قدام كتير. المهم نرجع لموضوعنا، وبنشوف ان ميونج واخد الطلاب جوه المسكن. فالطلاب اللي بره بيحسوا بان المكان بيتهز من كتر ما ميونج ماسك العيال غسيل ومكوى جوه، وبيكون قاعد بيفشخهم يا عزيزي، وقاعدين بيسمعوا صوت الصريخ. فبيطلعوا يجروا منه وبيطيروا يسمعوا الكلام عشان ما ياخدوش علقة موت تاني. فبيوقفهم طوابير وبيقول لهم كل يوم في نفس الميعاد ده هنتجمع للتدريب. فبيعدي الوقت لحد ما بيطلع النهار، والعيال يعني متاخده غسيل ومكوى في التدريب. فبيصحى المعلم سيوك من النوم وبيستغرب لان مفيش طالب جه صبح عليه حتى. فبيحسب انهم فضلوا صاحيين طول الليل عشان يحتفلوا بميونج وبيتكسلوا، وما يعرفش يا عيني انهم مفشوخين تمارين مع عم ميونج. فبيطلع لهم المعلم سيوك بنفسه عشان يفشخهم على سهرهم طول الليل. بس لما بيقرب من مسكن الطلاب بيتصدم قوي، بيتصدم يعني لما بيلاقي العيال في الحالة التعبانة دي. فبيقول لهم ايه ده، هو مين اللي عمل فيكوا كده؟ بس مفيش حد قادر يتكلم من التعب. بس بيشوف ميونج واللي كان عمال بيتمرن قاعد عمال بيتمرن تمرين من نار يا عزيزي. والغريبة من كده انه قدر يوصل للعدة ال10,000. وانا عندي عزيزي واحد صاحبي ورب ما بيقدر يعمل 10 ضغط على بعض. الله عليك يا عم ميونج. فالمعلم سيوك بيلاحظ ان ميونج مفشوخ من التدريب ومش قادر يصلب طوله. فبيقول يا ابني ارحم نفسك، ده انت مش قادر تشيل نفسك حتى. حد يجيب له ميه بسرعه. فبيجيبوا له الميه عشان يشرب، واول ما بيرتاح بيساله المعلم سيوك وبيقول له ايه اللي عمل فيكو كده. فبيقول له ميونج لا ده بس مجرد تدريب صباحي مش اكتر. اصل احنا قررنا ان احنا هنتدرب كل يوم من اول الفجر. حتى شوف كده كل العيال متحمسين للتدريب ازاي، مش كده يا رجاله؟ فبيبص لهم المعلم سيوك فبيلاقي العيال قاعدين بيشاوروا له عشان يخلصهم من الشيطان اللي اسمه ميونج ده. فبيبص لهم ميونج ورا بصة الموت، فبيجيبوا ورا تاني. فالمعلم سيوك بياخد باله ان ميونج جاب للعيال تروما. فبيستغرب لان دي اول مرة يشوف السينيورز خايفين من حتة جونيور بالشكل ده. فبيقول له المعلم ايه اللي انت عملته في العيال دي؟ انت باللي بتعمله ده بتخلي العيال مفشوخة ومش هتعرف تتمرن الصبح. ما ينفعش تخلي العيال تضحي بوقت الراحة بتاعهم عشان ده بيأثر على تمرينهم. ما تعملش كده تاني. فبيقول له ميونج طبعا عيب عليك، ده مش هيتكرر تاني. فالمعلم بيستغرب لانه ما كانش متوقع الاجابة دي. فبيقول له ميونج يا عم بهزر، انت صدقت ولا ايه؟ سيبني بس انت شهر واحد مع العيال دي وانا هخليهم لك احصنة، وبعدين يعني فيها ايه لما انا والشباب نتدرب بدري شوية يعني، وبعدها نتدرب مع المعلمين. اظن ان ده هيسرع من تطوير مهارتنا اكتر. فالمعلم سيوكي بيستغرب لان مفيش حد من العيال قدر يفتح بقه ويعترض على كلامه. وبيقول لنفسه ازاي طفل جونيور زي ده قدر يخلي العيال دي كلها تجيب وراه، ده حتى السينيورز خايفين منه. وكمان استخدم قوته دي عشان يخلي بقية صحابه يتدربوا بدل ما يتنمر عليهم. بس الغريبة ان في الاخر المعلم سيوك بيقتنع بكلامه. فبيقول لبقية العيال عاش عليكوا يا رجالة، لو فضلتوا مستمرين على السيستم ده هتبقوا حاجة تانية خالص. وبيقوم سايبهم يكملوا تمرين وبيمشي. فالعيال بتستغرب من كلامه وبيقولوا له استنى ريس، خد هنا، انت رايح فين؟ ابوس ايدك ما تسيبناش مع الشيطان ده. فبيقول لهم ميونج خلاص بقى بلاش دراما، محسسين اني هقتلكوا يعني، ده مجرد تدريب مش اكتر. يلا بقى تعالوا جوه عشان عاوز اقول لكم كلمتين مهمين كده. فالعيال كلها يا عيني بتقعد تصوت. وبتعدي الايام وبعد مرور كام يوم بنروح لعمنا ميونج، واللي كان قاعد بيتأمل وبيطور من مهاراته الداخلية. ورغم كده كان لسه ضعيف قوي، بس الاحسن ان قدراته اتحسنت عن الاول. فبيبدأ بطلنا ميونج يرتب افكاره اللي جمعها عن الطايفة. فبيقول ان اول حاجة هو ان المسكن اللي هم فيه ده معفن مش زي الاول لانه اتبنى بسرعة. غير كده في اكتر من 100 طالب بيتدربوا على ايد معلم واحد بس. وتاني حاجة كبار الطايفة سواء زعيم الطايفة او المعلم او الحارس فكلهم ضعاف جدا. فمن الطبيعي جدا ان التلاميذ يبقوا ضعاف زيهم. والمصيبة الاكبر ان الطلاب بيضيعوا وقتهم في انهم يتعرفوا على بعض ولا كأنهم في ديت ولا حاجة بدل ما يتدربوا. بس طبعا بطلنا ميونج مش هيخلي ده يستمر كتير لانه هيفشخ العيال تمارين. وبنروح بعدها للعيال واللي كانوا قاعدين بياكلوا وبيعيطوا من قوة التدريبات اللي عملوها لدرجة انهم مش عارفين حتى يمسكوا العصاية عشان ياكلوا. فبيقولوا للطلاب لمدحت انه يطلب من ميونج يخفف التدريب عليهم شوية. فبيقول لهم وانا مال انا مدير اعمال ولا حاجة، ما تروحوا قولوا له انتوا، ما هو قدامكم 24 ساعة ولا انتوا عايزين انا بس اللي اتفشخ.
فالطلاب بيحطوا جزمة في بقهم عشان محدش عنده الجرأة انه يتكلم مع ميونج. اسد يا ابني. فبيقف مدحت وبيطلب من صاحبه السينيور يوان انه يتكلم معاه بره. فبيطلعوا بره وبيقول مدحت ايه رأيك في الحالة اللي وصلت لها الطايفة؟ انا بعد ما هتخرج من الطايفة هرجع لموتني تاني، بس انت يا صاحبي هتضطر انك تفضل في الطايفة لانك من سلالة واحد من مؤسسين الطايفة. فبيقول له صاحبه يوان خلاص للأسف يا صاحبي نهاية الطايفة دي قربت. فبيقول له مدحت لأ أنا كمان كنت فاكر إن ده هيحصل، بس غيرت رأيي بعد ما ميونج انضم لينا. وقتها حسيت إني ضعيف أوي لدرجة إني مقدرش أعمل حاجة يا صاحبي. ووقتها عرفت إني حتى ما بذلتش مجهود عشان أتمرن عدل، وكل اللي كنت بعمله ده كان لعب عيال مش اكتر. وبالنسبة لميونج فده كان بيفشخ نفسه تمرينات من غير ما يشتكي او يتكلم زينا. فعشان كده من النهاردة هعمل كل اللي اقدر عليه مع ميونج وهرفع اسم الطايفة من تاني. بس المفاجأة يا عزيزي ان عمنا ميونج كان سامع كل حاجة مدحت قالها، واللي كان قاعد مستقنيص فوق الشجرة، ولما بيسمع الكلام اللي بيتقال بيفرح قوي لانه قدر يرجع الامل لاصحابه من تاني، وبيحس ان اول ميشن بالنسبة له خلصت. بس فرحته مش بتكمل يا عزيزي، لان فجأة بيسمع صوت تهبيد وتخبيط على باب الطايفة، وفي ناس بره عمالة تزعق عشان يفتحوا الباب. بس قبل ما بيكسروا الباب بيفتح لهم الحارس والمعلم سيوك الباب، وبيحاولوا يهدوهم شوية. بس الناس برضو عمالة تزعق وبيقولوا هاتوا فلوسنا يا ولاد الحرامية، احنا استنينا عليكم كتير. فميونج بياخد الصدمة تاني وبيقول لهم فلوس؟ هي كمان الطايفة مديونة؟ صباح الفل، ده باين انه هيكون مشوار طويل قوي. ابو اشكالكوا بقى على الصبح. ولحد هنا هتقف حلقتنا الجميلة يا عزيزي. ما تنساش بقى ترزع اللايك المتين والسبسكرايب يا عم، مش هتخسر حاجة. دوسهم يعني ده شمل امهم، يعني انت مش خسران حاجة، هي ثانية بس بتكة مش هتخسر حاجة. وبالمناسبة دول اللي جابوا كلمة السر من الفيديو اللي فات وكملوا للآخر، فأحب أشكرهم لأنهم كتبوها. واشوفك بقى في الحلقة التانية يا عزيزي. ما تنساش تكتب كلمة السر الجديدة في السكة، ولو انت نسيتها يعني فهي مدحت يعني، ولو كتبتها هتطلع معانا في الفيديو الجاي. يلا اشوفك بقى يا عزيزي في الفيديو الجاي.